دايما هتلاقي القط بينام جنب صاحبه وقاعد معاه وبيلعب معاه، ولما بيكون مبسوط بيحط ديله عليه، وهتلاقي دايما بيخرج منه صوت اسمه صوت الخرخرة، وده بيدل على ان القط سعيد ومبسوط. ودايما هتلاقي صاحبه لما بيدخل البيت هتلاقي القط بيجري عليه وبيلعب معاه. لكن في الحقيقة الموضوع أكبر من الصداقة أو العلاقة بين القط والإنسان. دي حكاية أكتر من 7000 سنة. وهنا بقى يا عم البلد، بيقول المؤرخ اليوناني هيرودوت، وده بيسموه أبو التاريخ، إن المصريين القدماء كانوا بيحلقوا حواجبهم لما بيموت القط بتاعهم، عندهم كنوع من أنواع الحداد والحزن. فكان المصريين القدماء بيحترموا القطط احترام شديد جدا، لدرجة إنهم كانوا بيعتقدوا، هم اللي بيعتقدوا والعياذ بالله، إن الآلهة وحكامهم والقطط متشابهين مع بعض في صفات كتيرة. طيب السؤال هنا يا أبو بطة، القطط كانت بترمز بإيه عند الفراعنة؟ أقول لك أنا يا عم الدنيا، بسبب قتل الحشرات وقدرتها على قتل التعابين والأفاعي زي الكبرى، أصبحت القطط من الحيوانات المستأنسة عند المصريين، وكانت بترمز ليهم برمز النعمة والاتزان. وبعد كده مع مرور الزمان والعياذ بالله، ألوهيتها كانت بتمثل الحماية والخصوبة والأمومة كحيوان مقدس مهم في المجتمع والديانة المصرية. هم اللي كانوا بيعتقدوا، استغفر الله العظيم. وعلى فكرة، كان اسم القطة زمان ماو، وكان محرم قتل القطط ولو بالخطأ. دي كانت جريمة إنك تقتل قطة، ممكن يتحكم عليك بالإعدام. هنا بقى بيروي لنا المؤرخ ديوتروس سوكولوس قصة رجل روماني قتل قطة بالخطأ في مصر، وتعرض للقتل على يد المصريين. وعلى الرغم من محاولات الملك لإنقاذه، لكن خاف على توتر العلاقات الدبلوماسية بين روما ومصر واندلاع الحرب في ذلك الوقت. ويعتبر تمثال أبو الهول في الجيزة دليل على حب الفراعنة للقطط. طول التمثال على فكرة 73 متر، وهو تمثال بوجه إنسان واسم أسد رابض، وده أكبر تمثال للقطط عند الفراعنة. طيب يا عم الناس، إيه علاقة القطط بسيستك، إله الخصوبة والحب والحنان وحماية المرأة الحامل في الأساطير المصرية القديمة؟ أما الفراعنة دول كان عليهم حاجات، بيفهموا في كل حاجة حتى الحب يا جدع. منكم يا بتوع مصر. المهم، باسيست هي إحدى آلهة القدماء المصريين والعياذ بالله، برضه عبدت والعياذ بالله على هيئة قطة وديعة اندمجت مع المعبودة سخنت في الدولة الحديثة. هنا بقى كانت سخنت على هيئة اللبؤة المفترسة، ولما تغضب باسيست تتحول إلى هيئة سخنت وتنتقم من الأعداء. وكانوا بيصوروها في الرسومات على شكل امرأة لها رأس قطة، عشان كده كانت تمثل الحنان والمودة في المجتمع الفرعوني القديم. المصري القديم استأنس القطط لما وجد فيها المنفعة، عشان هي بتصطاد الفئران من صوامع الغلال. وهنا هتلاقي في الصورة دي ازاي القط بيحرس الأوز والبط، وهنا هتلاقيه بيصطاد الأسماك، وهو من الحيوانات المستأنسة من آلاف السنين. وتم العثور في مقبرة الملك توت عنخ آمون على 200 قطة محنطة، ووجدوا أيضا مع الملك رمسيس الثاني 400 قطة محنطة. واتوجد في موقع تونا الجبل في المنيا، في محافظة المنيا، وجدوا 2 مليون مومياء قطة محنطة، تحنيط بالغ الدقة والإحكام، تنم على احترام كبير لها في المجتمع المصري القديم. لو انت مكمل معانا لنهاية الفيديو، يا ريت ما تنساناش في الاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتتابعنا على صفحتنا على فيسبوك. اشوفكم على خير.